مساء الخير. طبعا كلنا صايمين دلوقتي وبنحتاج جنب كوباية الشاي كده او كوباية النسكافيه، ناكل كده حاجة تكون طعمها حلو وفي نفس الوقت تكون سريعة، ما نقفش كتير في المطبخ نقف نعمل معجنات بقى والكلام ده. لا، ما عندناش وقت، مدارس وكلنا كده وقتنا بقى مضغوط. تعالوا نعمل مع بعض بسكوت اليانسون. هش سريع طعمه تحفة، حتى اللي مش بيحبوا يشربوا اليانسون هيعجبهم جدا. انا حقيقي ابني مش بيحب يشرب ينسون خالص، ورغم كده عجبه جدا بسكوت اليانسون. نباتي خفيف صحي اقتصادي، حتى اللي مش صايمين وعايزين يعملوا حاجة اقتصادي وسريعة هيعملوه. طعمه حلو جدا هيعجبكم. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مادونا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. احنا هنعمل مقدار بتاع الصينية المستطيلة الألومنيوم اللي هي أصغر واحدة في الطقم. تمام. حطيت كوباية إلا تلت أو تلتين كوباية سكر، وزيها مية وزيها زيت. تمام، يعني الكوباية كده لو هنقسمها لثلاث أجزاء هنحط فيه، هنملاها جزئين. التلتين يبقى تلتين سكر عليهم تلتين مية عليهم تلتين زيت. وندوب السكر كده خالص زي ما انتوا شايفين، بندوبه بالمضرب اليدوي. عايزة تعملي الخطوة دي في الخلاط تمام اعمليها، عايزة تعمليها بالمضرب الكهرباء مفيش اي مشكلة. انا حبيت اعمله بالمضرب اليدوي عشان اوريكم ان الموضوع سهل جدا ومش هياخد اي وقت خالص معانا. تمام. هنجيب الدقيق، هي هتحتاج كوبايتين. تمام، بنحط الاول اول كوباية بنزودها، ولازم ننخل الدقيق. نخل الدقيق بيدينا نتيجة كويسة. تمام. بس الكوبايتين الدقيق اللي هنزودهم مش كلهم دقيق، هننقص معلقتين كبار من الدقيق ونبدلهم بمعلقتين كبار من النشا. تمام. يبقى المكونات الجافة كلها قد ايه؟ كوبايتين، منهم معلقتين هننقصهم من الدقيق ونزود بدلهم معلقتين نشا. يعني نشا الذرة، نشا سايبة من عند العطار، او النشا الباكت المقفولة زي اللي انتوا شفتوها دي من السوبر ماركت، اي نشا معاكم. اهو معلقتين مليانين كده هرميين. النشا بتدي هشاشة وللبسكوت حلوة قوي. ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين معلقة كبيرة. طيب المقدار ده زي ما قلت لكم هيعمل الصينية الصغيرة في الطقم الألومنيوم اللي هو المستطيل. ومعانا فانيليا ورشة ملح. فانيليا ما فيش بيض عشان نحط له فانيليا، بس هي بتدي طعم، بتدي نكهة حلوة. ورشة ملح، ومعانا معلقة خل. طبعا الخل بيدي برضو هشاشة وارتفاع، لان احنا ما فيش بيض معانا هنا في الوصفة دي يعلي، فبنبدله بالخل بمعلقة الخل. تمام. ومعانا معلقة مليانة ينسون. بس طبعا في ناس بيزودوه على طول من غير ما يغسلوه، لا انا غسلته كويس وصفيته ورجعت زودته كده على الخليط. انا ما زودتش كمية الدقيق كلها مرة واحدة، علشان اعرف اقلب اليانسون كويس. كان متبقي معلقتين دقيق بس ما زودتهم ما تصوروش يعني، لكن الاجمالي كانوا كوبايتين دقيق شاملين معلقتين الكبار النشا. وهيدينا قوام زي ما انتوا شايفين كده اتقل من الكيك شوية. لا عجنا ولا وسخنا ايدينا ولا هنعمل بقطعات ولا اي حاجة خالص، الموضوع سهل جدا. هنجيب الصينية اهي اللي بقول لكم عليها، دهنتها بدهنة زيت ورشتها برشة دقيق. بس نصيحة، الافضل لو عندك ورق زبدة لان هو لزق برضو شوية معايا. لو عندك ورق زبدة حطيه، هيبقى افضل، لان البسكوت ده كمان يعني بيتكسر او بيتبهدل بيتفتفت بسهولة بسبب ان هو ما فيهوش بيض، ما فيهوش اللي هو البيض ده بيبقى مادة رابطة. هو ما فيهوش المادة الرابطة دي، فيه مش بيبقى متحمل اي حركة. فالافضل ان انت تحطي ورقة زبدة من تحت افضل من انك تدهنيها. لكن لو ما عندكيش طبعا ادهنيها زي ما انا ما عملت. طبعا بكون مشغلة الفرن من قبلها ب10 دقايق على 180. وزي ما بنتعامل مع كيكة كده بخبطها كده كام خبطة، اطلع الفقاعات كده من جواها، وبدخلها الفرن. بياخد حوالي نص ساعة في الفرن في الرف اللي في النص. تمام. اهو انا سويته كده في الصينية كويس، وهدخله بقى الفرن. بياخد من 25 ل30 دقيقة. طبعا بختبره بأي حاجة رفيعة كده من كذا مكان. لو ما طلعليش عجينة يبقى هو كده خلاص استوى وزي الفل.
بسيبه بقى لما يبرد. تمام كده بقى. لما بقى دافي معايا، الافضل لو عندك السكينة اللي هي بتاعة تقطيع العيش اللي هي المشرشرة دي، هتبقى حلوة قوي. المهم بالراحة خالص وانتي بتقطعيه، لان هو يعني ممكن بسهولة يتفتفت معاكي، فتعاملي معاه بس بحرص جامد، لان هو زي ما قلنا ما فيهوش مادة الربط اللي هو البيض. بس حقيقي النتيجة هتعجبك جدا. هو بس المجهود اللي هياخده معاكي ان انتي هتقطعيه بالراحة. الموضوع البسكوت كله على بعضه من اوله لاخره صدقوني ما اخدش 10 دقايق، يعني ما اخدش وقت خالص. وبصوا هش كده فظيع جنب كوباية الشاي، احسن ما تشتروا بقسماط ولا اي حاجة من المخابز بره. حاجة نظيفة في البيت وانتي ضمناها وغاسلة كل حاجة. جبت بقى صاج رصيت فيه البسكوت وببتدي احمصه في الفرن على نار هاديه. لما ياخد لون بقلبه من الجنب التاني، ما تستنيش انه ياخد من لون من الجنبين، انتي لازم تقلبيه لحد ما ياخد اللون اللي انتي تحسي ان هو حلو كده بالنسبه لك. حش خفيف طعمه حلو جدا سريع، ما اخدش حاجه معانا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون شرحي بسيط ليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وتعملوا مشاركة بقى لأصحابكم، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو ونفسكم في وصفات ايه اصورها لكم. نورتوني.